بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبائي، أعضاء منتديات التجارية، برحب بكم في أسبوع جديد، تحليل أسبوع جديد. إن شاء الله الأسبوع ده هنقول تحليلاتنا المتوقعة لعملاتنا اللي احنا بنحبها. هتلاقوا التحليلات دي موجودة على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب، أو على موقعنا المدون أسفل الصورة www.fx-arabia.com. هنبدأ تحليلاتنا لزوج اليورو دولار، وزي ما اتعودنا هنرسم ترنداتنا على فريم الأسبوعي، الترندات التي تقترب أو تخدم السعر. وادي الترند الصاعد. أعتقد دي كل الترندات الموجودة على فريم الويكلي، حتى لو افترضنا ان ده ترند لكنه لا يخدم السعر في الوقت الحالي، ان هو بعيد عن السعر بحوالي 500 نقطة. هنشوف على فريم الديلي لو في اي ترندات ممكن ان احنا نرسمها ونستفيد بيها. اعتقد انه مفيش غير الترند ده اللي قد نقابله. طبعا ده كان ترند واتكسر، وممكن نقابله خلال هذا الاسبوع، وهنشوف تعامل السعر هيكون معاه ازاي عند هذه المستويات. على فريم الاربع ساعات عندنا هنا ترند، السعر ما قفلش السوق قبل وقدر ان هو يكسر. عندنا هنا ترند، وده هيكون مهم جدا في تحديد نقطة دخول جيدة لليورو خلال هذا الاسبوع. هنرسم الموفينج افريج بتاعنا ال200 والموفينج افريج ال100، وهنرسم الفيبوناتشي بتاعنا. ونبدأ نشوف تحليلنا هيكون ماشي ازاي. احنا عارفين ان فينا ترند 4 ساعات. تحليلنا على فريم الاسبوعي، استطاع اليورو دولار ان هو يرتد من الموفينج افريج 200 الويكلي القوي، وارتد منه بقوة، وقدر ان هو يقفل شمعة صاعدة، وتأكدت ان هذه الشمعة هي كانت شمعة انعكاسية، وهي شمعة الانفيرتد هامر، اللي هي بيكون الديل بتاعها لفوق، وبتكون بيكون الجسم ليها صاعد. كونت شمعة الانفيرتد هامر على، وبعدين كونت شمعة صاعدة، وهو ما يؤكد اننا سنظل في الطريق الصاعد مرة أخرى التزاما بالترند الصاعد لليورو دولار. أعتقد إن إحنا شايفين إن الزوج قدر إن هو يقفل فوق مستوى 23 فيبوناتشي، كما هو واضح إغلاق شمعة صاعدة تسريعية. أعتقد إن إحنا هنشوف صعود هذا الأسبوع، والصعود مرهون إن إحنا نبقى فوق هذه المستويات، مستويات 450، وهي تتمثل في إعادة اختبار مرة أخرى للترند المكسور. احنا لو شايفين هنلاقي إن السعر أعاد اختبار هذا الترند المكسور، مقدرش إن هو يقفل تحت الترند، قفل يعني تحت الترند المكسور، لكنه عاد وقفل جوه الترند المكسور، وتعني إن دي إعادة اختبار صحيحة جدا. يمكن كان فيها بعض الخدع انه قفل تحتيها وبعد كده رجع قفل فوقيها، لكن طالما قفل فوقيها يبقى احنا عندنا التفكير في اليورو هيكون فقط للشراء. على فريم الديلي زي ما احنا شايفين شموع تسريعية قوية جدا على فريم الديلي، واعتقد اننا قد نرى المزيد من الصعود لليورو دولار
في الايام القادمة. وعلى فريم الاربع ساعات كنا رسمنا احنا الترند الصغير اللي كان واضح على فريم الاربع ساعات، والسعر قدر بالفعل ان هو يقفل فوق الموفينج افريج 100. اعتقد ان هو هيكون ليه رحله مبدئيه عند الموفينج افريج 200، ثم رحله مره استمرار الرحله وحتى 46 مستويات 1.46، وحيث تتمثل في اعاده اختبار الترند الصاعد الموضح عندنا على الفريمات. اذا استراتيجيه الحركه بتاعتنا هي الدخول شراء من افضل المستويات. في حاله كسر الترند على الاربع ساعات هنخش شراء وبهدف موفينج افريج 200 الاربع ساعات. في حاله كسر هذا الترند هنخش شراء من هذه المستويات بعد كسر الترند والقمه. الهدف بتاعنا هيكون موفينج افريج 200 اربع ساعات كهدف اول 44.20، والهدف الثاني هيكون 46 حيث اعاده الاختبار للترند المكسور مسبقا. في حالة أي هبوط مرة أخرى يمكننا الشراء مرة أخرى من إعادة الارتكاز على مستوى 23 فيبوناتشي، أو إعادة الارتكاز على الترند المكسور مسبقا، أو أو الشراء مرة أخرى من الموفينج افريج 100 لو وصل لها. شايفين الارتداد كان احترافي جدا. الشراء من كسر هذا الترند او من الهبوط مرة اخرى والارتكاز عن 23 فيبوناتشي، والشراء مرة اخرى لليورو دولار. الستوب لوز بتاعنا هيكون اغلاق تحت اللو السابق اللي هو ممكن الستوب لوز بتاعنا كل عقود هيكون 39.50. اعتقد ان احنا مش هنكون محتاجين الستوب لوز الكبير ده. اعتقد ان سيتكون عندنا خلال الاسبوع بعض الارتكازات القوية اللي احنا ممكن نخرج من عندها. دي برضو ممكن تكون نقط جيدة للشراء. هنشوف عملة تانية وهي عملة الباوند. هنرسم ترنداتنا على الباوند. وشايفين الباوند ان هو قدر بالفعل ان هو يرتد من الوتد اللي هو ماشي فيه بقاله فترة، وبرضو اكد اعادة الاختبار مرة اخرى للترند المكسور بشكل احترافي جدا. وفعلا كانت النقطة اللي احنا اتكلمنا عليها الاسبوع اللي فات دي نقطة ارتكاز قوية جدا قدر الباوند ان هو يستعملها في الصعود. هنحط الموفينج افريج بتاعنا 100 وال200. ولو كنا فاكرين تحليلنا من فترة طويلة من حوالي أكتر من شهر إن إحنا كنا بنراهن الباوند هيوصل عند مستويات 1.7، هيكون ساعتها هناك تلامس لقمة القناة اللي ماشي فيها الباوند بالإضافة إلى الموفينج افريج 200 الويكلي. أعتقد إن إحنا قد نرى هذا خلال الأسبوع أو الأسبوعين الجايين. نشوف ترنداتنا على الديلي، هل في أي ترندات ممكن ان احنا نعيرها اي اهتمام خلال هذا الاسبوع. السعر بالفعل قدر ان هو يقفل داخل هذا الترند. لان يمكن اعتماد هذا كترند. طيب نرسم الفيبوناتشي بتاعنا للموجة الاخيرة. شايفين اغلاق الاسبوعي كان بشمعة شمعة المورنينج ستار، شمعة نجمة الصباح اللي هي تتكون من اتجاه هابط وبعديها شمعة دوجي ثم شمعة صاعدة تؤدي إلى شمعة نجمة الصباح. الشراء الباوند من أي مستوى هيكون كويس، على إن اختيار مستويات جيدة لشراء الباوند ممكن من كسر هاي الأسبوع الماضي وبهدف الهاي اللي عمله الباوند خلال هذا العام، هدف هنا، أو من أي هبوط
ممكن اعادة الشراء من اعادة الاختبار الباوند عند الموفينج افريج 200، الاربع ساعات القوي اللي كسره وقدر ان هو يقفل فوقيه، عشان يؤكد ان هو سينطلق في اتجاه صاعد حتى الموفينج 200 الديلي كسره بالفعل سيؤكد الانطلاق حتى الموفينج 200 الويكلي، اللي هو اللي احنا بنراهن ان ان الباوند ان شاء الله قد يصل الى هذه المستويات. الباوند قدر بالفعل ان هو يقفل فوق القمم السابقة، وقدر ان هو يرتد من اعادة الاختبار والترند الصاعد ببراعة. اعتقد ان احنا سنرى شراء للباوند هذا الاسبوع، واي تفكير للباوند سيكون للشراء فقط، واي هبوط سيكون فرصة جيدة للشراء. يمكن احنا مستوياتنا النهائية اللي هي النقطة اللي ارتد من عندها الباوند، ودي اعتقد ان احنا من الصعب ان احنا نوصل لها مرة تانية، لان احنا لو وصلناها مرة تانية هيكون شكل الشرط اتغير، وهيكون الشمعة قيد الابتلاع. شايفين هنا اربع شموع صاعدة على فريم الديلي، ثلاث شموع اللي هو شموع الجنود وشمعة اتنين متصورة على فريم الاسبوعي، تؤكد اننا قد نكون في اتجاه صاعد خلال هذا الاسبوع للباوند. هنشوف عملة اخرى وهي الدولار فرانك. طبعا الدولار فرانك كترنده العام الهابط، حتى الترندات حادة جدا ان احنا نرسمها على فريم ويكلي. اعتقد دي بعيدة عن السعر. زي ما كنا بنتابع في الاسابيع الماضية ان الفرانك كان ماشي في قناة هابطة، واضحة قدامنا جدا اهي، ادي القناة الهابطة اللي ماشي فيها الفرانك. والشيء المثير ان الفرانك قدر ان هو يقفل الاسبوع اللي فات تحت اللو التاريخي، وقفل عند 85 25، قفل تحت اللو التاريخي. شايفين هنا ده يعتبر احنا عند اقل سعر جاب الفرنك في حياته منذ بداية، يعني من سنة 89 وحتى يومنا هذا. ده اعلى سعر، ده اقل سعر جابه الفرنك في تاريخه. ما بحبش الناس اللي بتفكر ان هو نزل كتير فلازم هيصحح. الاتجاه العام بتاعه هابط، اي تصحيح ليه هيكون فرصة جيدة للمزيد من الهبوط. البيع من اي مستوى للفرنك هيكون جيد. لو اعاد اختبار مرة اخرى للقاع المكسور، وهو يمكن عند حوالي 15 نقطة من الاغلاق، هيكون جيد. ما اقدرش ارسم هنا فيبوناتشي لان الموجة لم خلاص الموجة الاخيرة تم كسرها. نرسم الموفينج افريج بتاعنا اللي طبعا هنلاقي ان السعر سارح في الفراغ، مفيش اي حاجة هتقابله. شايفين كل الموفينجات بعيدة جدا، والفرنك لا يهتم في الفترة الحالية ان هو يلامس اي موفينجات، هو سيستمر في طريقه الهبوطي القوي. وده برضو اتأكد لينا ان الدولار تحت ضغط، الدولار في ازمة. اللي معاه صفقات فيها شراء للدولار، اللي محاول فلوس دولار، انصحه ان هو يقوم بتغييرها الى يورو او باوند او فرانك. السعر شايفين كسر اللو. اعتقد ان احنا سنكون بصدد اختبار قاع القناة على الاقل عند 8.365، عندنا حوالي 200 نقطة. اعتقد ان هو هيكون يمكن اول اهدافنا للبيع للفرنك. اعتقد البيع هيكون جيد في اي وقت وفي كل وقت. الشراء ممنوع تماما حتى وان وصل الى هذه المستويات. البيع هو السمة الغالبة والسائدة لعملة الدولار فرنك. شايفين ده برضو بيتوائم مع تحليلنا الاسبوعي ان في ضعف الدولار، في صعود لليورو دولار زي ما اتكلمنا متوقع، في صعود للباوند دولار زي ما اتكلمنا متوقع،
وفي هبوط للدولار فرانك زي ما اتكلمنا برضو متوقع. هنشوف عملة أخرى وهي عملة الدولار ين. الناس اللي بتحب تضارب على أزواج الين، هنرسم ترنداتنا. أعتقد مستويات بعيدة جدا. برضو الدولار ين يسير في اتجاه عام واضح وصريح منذ فترة، هو اتجاه عام هابط بالإضافة إلى المزيد من الضغط على الدولار. أعتقد إن احنا سنرى هبوط أيضا للدولار ين في الفترة القادمة. هنشوف إغلاق الديلي. كان إغلاق الديلي كان هايل جدا، وأغلق كاسرا للترند الصاعد بتاعه، وأغلق كاسرا وبالظبط عند يعني إعادة الاختبار. أعتقد الدخول من الافتتاح من أي حتة من إعادة الاختبار لهذا الترند المكسور مسبقا هيكون جيد كبيع للدولار ين، حيث اننا شايفين اغلاقات الويكلي عامله ازاي. الويكلي قفل هابط، اعتقد ان هو قفل ابتلاعي كمان، قفل ابتلاعي، بالاضافه ان الديلي قفل كاسر، كاسر بشكل واضح. لو اخدنا شايفين وضوح الكسر. الديلي يوم الخميس كان عامل شمعة ابتلاع قوية جدا، ويوم الجمعة برضو عمل شمعة ابتلاع، عمل شمعة هابطة قوية. أعتقد هنشوف يوم الاثنين شمعة هابطة، إلا أو شمعة دوجي للراحة من الهبوط. وأعتقد إن احنا هنشوف هبوط الدولار ين خلال هذا الأسبوع. أي شمعة هابطة تانية سيؤكد لدينا نموذج جديد، وهو نموذج الغربان الثلاثة، وهو نموذج استمراري هابط. أعتقد إن احنا سنقوم بكسر اللو السابق عند 79.50، ثم هنختبر اللو اللي عمله مرة عند مستويات 76. أعتقد إنها هتكون صفقات جيدة للدولار ين اللي عايز يبيع دولار ين. لا أنصح إطلاقا بالتعامل مع أي من أزواج الين خلال هذا الأسبوع. تحليلنا بيقول إن الدولار ين هبوط، تحليلنا بيقول إن اليورو والباوند صعود. إذا هيكون مفيش اتجاه صريح لأي أزواج للين، لا أنصح إطلاقا بالتعامل معاها. لو رصدنا فيبوناتشي على الموجة الأخيرة هنلاقي إن السعر بالفعل قدر إن هو يقفل تحت مستوى ال50 فيبوناتشي، وده اللي يؤكد ويؤدي إننا في اتجاه عام قوي هابط، وإننا سنستمر في المزيد من الهبوط على الأقل حتى مستويات 61 فيبوناتشي اللي اتكلمنا عليها كالهدف التالي القادم، ثم ال100 فيبوناتشي اللي هو إتمام الموجة الأخيرة مرة أخرى. هنشوف السلعتين اللي احنا دايما بنحللهم. هناخد الذهب أولا. شايفين الذهب وترنده العام القوي جدا الصاعد اللي احنا كل مرة بنرسم نفس الترند، والذهب كل مرة بيمشي في نفس الاتجاه اللي هو الصعود ولا شيء غير الصعود. مع تحليلنا ان في صعود متوقع لليورو وهبوط متوقع للدولار، اعتقد اننا سنرى صعود ما على الذهب خلال هذا الاسبوع، مدفوعا بالبيانات السلبية للدولار اللي أدت إلى هبوطه. شايفين الديلي أغلق ابتلاع قوي جدا، وده اللي يعني يؤكد إننا قد نشاهد مرة أخرى الهاي اللي عمله الذهب عند 1580. الشراء من أي مستويات جيدة، وبهدف 1600 سعر للأوقية. الخروج من إذا نزل تحت 1500 يبقى احنا عندنا هدف حوالي 65 دولار وستوب حوالي 35 دولار. هتكون صفقة جيدة إن شاء الله للي عايز يتاجر مع الذهب. هنشوف الفضة، وأعتقد إن احنا
هيبقى قدامنا صفقة متوقعة هذا الأسبوع للفضة، والدخول مرة أخرى في شراء الفضة. شايفين إن الفضة استطاعت إنها ترتد من الترند الصاعد، بالإضافة إنها استطاعت إنها قدرت إنها تكون شمعة صاعدة، ونموذج يمكن نجمة الصباح لا يمكن الاعتراف به بقوة إلا بعد ابتلاع هذه الشمعة الضخمة جدا. لكن الشمعة دي تؤكد أننا قد نكون قيد المزيد من الصعود، بالإضافة يعني مع ضعف الدولار ومع انطلاق الذهب وانطلاق اليورو والباوند وضعف الدولار. أعتقد أننا ومع تكوين مع إغلاق هذه الشمعة أعتقد أننا هنشوف صعود للفضة خلال هذا الأسبوع. عن نفسي هشتري كمية من الفضة، ان انا اتوقع انها الاسبوع ده خلال الشهر القادم اننا هنشوف صعود مرة اخرى للفضة، وقد نرى الهاي اللي اتسجل آه، اللي هو كان حوالي 50. قد نرى الهاي اللي اتسجل حتى الان. شمعة الشهر لم تغلق، هيكون طبعا عندنا اغلاق الشهري خلال هذا الاسبوع. السعر ارتد من الموفينج افريج 100، واعتقد ان هو سيكون قيد اكتمال الصعود مرة اخرى. اعتقد الشراء من هذه المستويات والخروج اذا كسر الترند، او اذا كسر هذا الترند افضل. لو كسر 33 30 33 33 لو كسرها هيبقى خروج اجباري للفضة. بكده نكون خلصنا تحليلنا لليوم وللاسبوع القادم بداية من يوم 30 مايو. اتمنى يكون التحليل افاد. ان شاء الله هنتابع سويا هذه المرة على المنتدى. اعتذر اذا كان في تقصير في الاسبوعين اللي فاتوا بسبب افتتاحنا للموقع الجديد الخاص بنا www.fxcommission.com، لكن ان شاء الله خلاص بعد ما انهينا مراسم الافتتاح نعود مرة اخرى للعمل بقوة في منتدانا الجميل اف اكس اريبيا. ان شاء الله نتقابل سويا في المنتدى وبين صفحات المنتدى، ونتابع مع بعض تحليلاتنا خلال هذا الأسبوع. بشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.